ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حرقان في البول، ألم في الجنب، ألم في أسفل الظهر، ممكن يمتد وينزل ويسمع معاك في الخصية لو انت راجل. لو قلت أي حد في الدنيا الأعراض دي أول حاجة هيقولها لك انت عندك أملاح. السؤال هنا ايه هي الأملاح؟ والأهم ازاي نعالجها قبل ما تتنقل للمرحلة التانية واللي هي تكون الحصوات. والأهم أكتر وأكتر ازاي نقي نفسنا من الأملاح الزيادة. فنجان القهوة الجميل بتاعك ويلا بينا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الطبيب. الأملاح، إيه هي الأملاح؟ الأملاح هي عبارة عن تركيز عالي لمواد طبيعية زي الكالسيوم أو الأوكزالات أو حمض اليوريك، واللي بتظهر في تحليل البول في صورة بلورات، واللي لو وريتها الدكتور أول حاجة هيقولها لك أنت عندك رملة، عندك رملة على الكلى. اهي رملة دي بقى هي الاملاح اللي بتكون موجوده في صوره بلورات، واللي لو ما لحقتهاش او ما عالجتهاش بسرعه بتبدا ان هي تنتقل معاك على طول للمرحله الثانيه وهي تكون الحصوات. السؤال هنا ليه الحصوات دي بتتكون وازاي بتتكون؟ الحصوات دي هي المرحله الثانيه اللي بتيجي من الاملاح، واللي بتتكون لما البلورات تبدا تتجمع على بعضها في صوره كتل صلبه بتكون موجوده اما في الكلى او في الحالب. وطبعا لو موجوده في الحالب بتكون خطر جدا، لانها لو كبيره شويه ممكن تسد مجرى البول وتخلي الميه ما تنتقلش من الكلى للمثانه البوليه، وطبعا دي بتكون مؤلمه جدا. انا عايزك تتخيل معايا ان انت في ايدك كوبايه شاي وانت عمال تحط عليها سكر وعمال تزود السكر اكتر واكتر، فبالتالي السكر اللي انت عمال تدوبه ده او عمال تحطه هيوصل لمرحله مش هيدوب، وهيبدا انه يترسب ويتكاوم على بعضه في الكوبايه من تحت. ودي نفس فكره تكون الحصوات. الاملاح اللي عماله تزيد في البول دي هتبدا مع الوقت ان هي تتراكم وتترسب على جدران الحالب، او ممكن تترسب في الكلى او في المثانه او في اي مكان في الجهاز البولي. وطبعا كل ما تتراكم وكل ما تترسب اكتر وكل ما الاملاح تزيد كل ما الحصوه دي ممكن تكون اكبر واخطر. ياه ده الموضوع كبير قوي يا طبيب. طب ازاي اقدر اعرف ان انا عندي املاح او عندي حصوات؟ عندك مثلا الم شديد جدا في الجنب، الم في اسفل الظهر، ممكن يسمع معاك تحت في الخصيه، حرقان شديد جدا في البول، احساس بالقيء او ان انت عايز ترجع. طب ايه هي العوامل اللي بتزود من خطوره زياده الاملاح في جسمك؟ اول حاجه قله شرب الميه او العطش عموما. تاني حاجه زياده ملح الاكل، وده بقى عدو مشترك، هو في حد ذاته زيادته بتزود الاملاح، بالاضافه كمان ان هو بيزود من افراز الكالسيوم او خروج الكالسيوم من العظام وزيادته في الدم، وده بالتالي بيزود من وجود الكالسيوم في البول. رقم 3 المشروبات الغازيه، وخصوصا الحاجات اللي بتكون غامقه، وده نظرا لاحتوائها على حمض الفوسفوريك. رقم 3 الافراط في الشاي او القهوه، وخصوصا الشاي لان الشاي بيحتوي على كميه كبيره جدا من الاوكزالات، والقهوه اللي ممكن تزود عندك اليوريك اسيد. وكمان قله الحركه لفتره طويله. قله الحركه لفتره طويله طبيب؟ قله الحركه لفتره طويله. طب ايه علاقه ده بالاملاح يا طبيب؟ القعده لفتره طويله بتزود من خروج الكالسيوم من العظام، وبالتالي الكالسيوم بيزيد في الدم، وبالتالي الكالسيوم اللي بيزيد في الدم ده هيكتر خروجه من البول، وبالتالي ده بيساعد جدا انه يزود الكالسيوم او بيزود املاح الكالسيوم اللي بتكون موجوده في البول. لا وكمان قله الحركه بتساعد على ركود البول، لو انت بتتحرك اكتر فده هيساعد على تدفق البول اكتر، اما لو انت بتتحرك اقل فالميه هتكون راكده او هتقعد او هتكون ساكنه، وده هيساعد على ترسب الاملاح، وبالتالي ده هيعرضك لان انت تصاب بالحصوات. لا وكمان عندك قله الحركه بتزود من التهابات المسالك البوليه، ودي اللي بتكون بقى خصبه لحصوات معينه. يعني كل الحاجات دي يا طبيب مش بس نقص الميه بتساعد على زياده الاملاح؟ يا عزيزي كل الحاجات دي بتساعد على زياده الاملاح. طب ازاي اقدر اعالج نفسي لو انا عارف ان انا عندي املاح يا طبيب؟ رقم واحد هتزود من شرب الميه شويه بحيث ان انت تشرب من 2.5 ل 3 لتر في اليوم. رقم اتنين ممكن تعتمد على شويه مشروبات طبيعيه زي ان انت تغلي بقدونس او ان انت تشرب شعير. الحاجات دي مضرات بول طبيعيه
لو انت بتاكل كميات كبيره جدا من اللحوم او عارف ان انت عندك املاح اليوريك اسيد، ودي اللي بتيجي طبعا من زياده اللحوم او من زياده تناول الشاي او القهوه، فانت هتبدا ان انت تاخد نوع الفوار ده او نوع الفوار ده. اما لو انت عارف ان انت عندك املاح اوكزالات الكالسيوم، وده برضو عرفته بعد ما عملت تحليل اكيد، فهتبدا تاخد ممكن نوع الفوار ده. طبعا كل ده لا يغنيك عن ان انت تشرب ميه بكميات اكتر شويه. ولو انت بتعاني من مغص كلوي وعارف ان انت عندك حصوه وبتاخد علاجها، او لو انت عارف ان انت ما عندكش حصوه ولكن الاملاح تعباك وعايز تاخد حاجه مسكنه، فانت ممكن تاخد امبول من ده، هيساعدك جدا على ان انت تتخلص من الام الاملاح. وفي النهايه هسيب لك جدول في اخر الفيديو للمأكولات اللي بتكون مرجح ان انت تتجنبها ومرجح ان انت تكتر منها مع كل نوع من انواع الاملاح. ولو انت استفدت من الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه. سلام عليكم.